السلام عليكم وأهلا بيك. سنة 2023 السينما المصرية قدمت لنا مجموعة من الأفلام المميزة والقوية، وإحنا في فيديو النهاردة هنستعرض ليكم أفضل 5 أفلام في 2023. يا ريت تشاركنا برأيك وتقول لنا إيه هي الأفلام الأفضل من وجهة نظرك. فلو أنت أول مرة تشوفنا اشترك معانا في القناة وفعل زر الجرس وما تبخلش علينا باللايك، ويلا بينا. الفيلم اللي في المركز الخامس معانا هو فيلم العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني. وهو كعادة الفنان أكرم حسني عمل كوميدي ساخر، وبيحكي عن فرد أمن بيحلم يكون بطل من أبطال الجاسوسية، بس بسبب سذاجته بيتورط في مشاكل كتير جدا. والفيلم فيه كتير من المشاهد الكوميدية ويستاهل يكون معانا في القائمة. الفيلم اللي في المركز الرابع معانا هو فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة وياسمين صبري. الفيلم بتدور أحداثه في إطار الأكشن كوميدي، والفيلم بيحكي قصة مجرم محترف بيخرج من السجن ويرجع تاني يقابل العصابة اللي كان شغال معاه، وبيقوم بعملية كبيرة بس هو بيغدر بيهم. ومن هنا بتتطور الأحداث وبتحصل الصراعات بينهم، وبيحصل كتير من المواقف الكوميدية. والفيلم حقق نجاح كبير جدا، وفعلا من أفضل الأفلام اللي نزلت سنة 2023. الفيلم اللي في المركز الثالث معانا هو فيلم يوم 13، بطولة الفنان أحمد داوود ودينا الشربيني. والفيلم بيمثل عودة قوية لأفلام الرعب في السينما المصرية، وبتدور أحداث الفيلم عن شخصية عز الدين اللي بيرجع مرة تانية بعد غياب سنين طويلة لقصر أسرته، وبيبدأ يدور عليه، وبيكتشف مغامرات وأسرار غير متوقعة داخل القصر خلال رحلة البحث عن أسرته. لو أنت من محبين أفلام الرعب والإثارة أكيد الفيلم هيعجبك جدا. الفيلم اللي في المركز الثاني معانا هو فيلم أنا لحبيبي، بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس وسوسن بدر. وهو فيلم بتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي، وبيحكي عن ليلى اللي بتعيش قصة حب مع شادي، واللي بيقابلها رفض كبير قوي من والدتها، وهي بتحاول تحافظ على حبها وبتمر بصعوبات كتير عشان تستمر العلاقة. لو انت من عشاق الأفلام الرومانسية الفيلم هيعجبك جدا، خصوصا ان ما بقاش فيه أعمال كتير مشابهة للنوع ده. وأفضل فيلم معانا سنة 2023 هو فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور. وبتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي درامي، وبيحكي عن شخص بتتعرض زوجته لأزمة كبيرة بتجبره إنه يسيب المدينة ويعيش في مكان معزول، وبعد مرور الوقت بيرجع المدينة تاني وبيحصل له مواقف كتير. ومن هنا بتبدأ تتطور أحداث الفيلم، وبيحصل له كتير من المواقف الكوميدية والدرامية. والفيلم حقق نجاح كبير جدا، وحصل على أكتر فيلم تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية، ويستاهل يكون أفضل فيلم معانا سنة 2023. وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا ريت تقول لنا رأيك وإيه هي الأفلام الأفضل من وجهة نظرك، ويا رب ما نكونش طولنا عليكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.